عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المتابعين. لايف جديد مسجل زي ما عودناكم بقى من أول الأسبوع اللي فات. اللايفات تبقى مسجلة وهتنزل في التاب الرئيسية بتاعة قناة اليوتيوب عشان تبقى accessible للناس كلها. وهنبتدي بالحالة بتاعة يوم الخميس. actually أول حاجة هنلاحظها في الحالة دي إن في ماركت بوليهيدرامنوس موجود في الحالة بلس. لو ركزنا عند الجزء بتاع الأبدومن، طبعا في اس دي ناس كتير علقت عليه، برافو على كل الناس اللي علقت على الفي اس دي. اكشولي عند كراس كمان تحس ان هو في جزء ميسنج، وبالتالي maybe it's partial اي في اس دي، بس مش دي المين فايندنج بتاع الحالة دي، اكسسوري مع اللي هيجي دلوقتي. هتنزل يعني شوية عند الليفل بتاع الابدومن، مفيش ستومك بابل او الستومك بابل صغيرة خالص، فده هيديك امبريشن لمايكروجاستريا او absent stomach bubble. يبقى absent stomach bubble versus microgastriا اللي هو يساوي معاك تراكيو اسوفيجيال فيستولا داش اسوفيجيال اتريزيا. يبقى اذا ايزر اسوفيجيال اتريزيا او تراكيو اسوفيجيال فيستولا. ملاحظ في اللقطة بتاعة الفيس كان في مايكروجنيسيا واضحة جدا، somehow sloped forehead clenched hands، ودي اهم نقطة اللي تخليك تفكر على طول في ترايزومي 18. وبالتالي ترايزومي 18 برضه ممكن يخش في سبيكترم انسوجليبوزس مالتيبلكس كونجينيتال فيتال اكاينيزيا ديفورميشن سيكونس. يعني الماسلز بتاعت برضه جو متتحركش قوي، مش قادر يبلع البيبي، الماسل بتاعت الماوس متتحركش، بلس الاي في اس دي، بلس ابسنت ستومك بابل او مايكروجاستريا تراكيو اسوفيجيال فيستولا فيرسس اسوفيجيال اتريزيا، اللي هي من الحاجات الكومون قوي اسوشيشن مع ترايزومي 18. وفي هذه الحالة واضح الكلينشد هاندز. كلينشد هاندز هي اكتر حاجة يعني سيمتوماتيك او اكتر حاجة باثوجنومونيك للترايزومي 18. كنت طولت شوية عند جزء الهارت، لكن انت لو مشيت مع الفيديو ورجعت وطلعت شوية هتلاقيني جايب برضو جزء بتاع الابدومن. طبعا شوت اوت لكل الناس اللي جاوبت مظبوط، فعلا اسوفجيال اتريزيا ده اشتراكي اسوفجيال فيستولا ده او ده. طيب تعالوا نكمل الحالة اللي بعديها. الحالة اللي بعديها حالة صعبة جدا جدا، اعترف انها من اصعب الحالات الاسبوع ده. وهذه الحالة هتبدأ الفيديو بتاعها بابنورمال بوزيشن للاستومك. يعني انا اكشولي هتك على الفيديو وارجع الجزء ده. اول حاجة تلاحظها، يا ترى الاستومك في مكان مظبوط؟ لا، الاستومك واخدة somehow هوريزونتال بوزيشن، وبالتالي عليها ايه؟ هوريزونتال ستومك ساين. طيب كمل بعد الهوريزونتال ستومك، تطلع تتحرك شوية في الليفل بتاع الشيست، عشان كده تلاقيني كاتب لك ستومك جول بلادر هارت لانج. تتحرك شوية في الليفل بتاع الشيست اللي ظهر في الرايت سايد بتاع الشيست. اكشولي مفيش لانج موجودة تقريبا خالص، اللانج مزقوقة يا دوب جزء منها ايكوجينيك موجود فوق الهارت، والهارت مزقوق قوي ناحية الشمال. هوريزونتال ستومك ساين اساس عشان تقول ان الحالة دي مورجاجني هيرنيا، يعني في ديفكت في الديافرام من عند الرايت سايد، والليفر طالع كله في الشيست كافيتي وزائق الميدياستاينم كله مور ناحية الليفت. واللي بيظهر في الشيست فوق خالص دي عبارة عن الجول بلادر. يبقى إذا الليفر طالع جوه الشيست كافيتي، وادي الجول بلادر موجودة جوه الشيست كافيتي، والهارت كله مزقوق ماركد ليفوكارديا. عشان كده بقول لك ايه، ستومك جول بلادر هارت لانج، تاخد بالك الاستومك هوريزونتال، وبالتالي الليفر طالع فوق في من الديفكت من ناحية الرايت في الشيست، والجول بلادر طبعا موجودة جوه الليفر، وبالتالي هي اللي ظاهرة في الرايت سايد بتاع الشيست. ويدوب فاضل جزء صغير خالص لانج ايكوجينيك ظاهر جنب الهارت او فوق الهارت على طول، وبيبقى الحالات دي فيها بالمونري هايبوبليزيا. طبعا احنا شفنا كمية حالات مورجاجني رائعة مع بعض، واظن الحالة هنا اهو ناس كتير جدا جاوبت، برافو عليهم، مورجاجني هيرنيا، ممتازين. يمكن على جروب الترا سكان اوبيجاني الترا ساوند سكول
ناس كتير جاوبت صح، برافو عليهم، وكمان على قناة اليوتيوب. نكمل لايفنا الجميل مع بعض. وحالة تانية أصعب، حالة تانية أصعب بقول لك فيها identify الفيتال urinary bladder. يا ترى فين الفيتال urinary bladder؟ الفيتال urinary bladder actually تظهر هنا عاملة زي الشراب طلع لبره، فإذا هي اسمها اكتوبيا فيزايكا. والاكتوبيا فيزايكا هي عبارة عن ايه؟ او بنقول عليها بلادر اكستروفي. خد بالك هنا الفيسلز الالياك اللي محوطة البلادر، بس بدل ما انت متعود تشوفها محوطة جزء كويك قوي، هي اكشوال هنا محوطة البلادر اللي طالعة مقلوبة لبره زي الشراب. صعوبة الحالة دي يكمن في توقع ايه اللي موجود قدامك. على فكرة حاجات كتير جدا بتعدي بلادر اكستروفي من غير ما تشخص. اللي بيتعدي البلادر اكستروفي من غير ما تشخص، تعدي على السكان بسرعة، او الجزء بتاع اليونين بلادر ما بيبقاش طالع لبره او مش ظاهر قوي، وبالتالي ما بنقدرش نشخصه. ولكن اكشلي في الحالة دي واضحة جدا عشان الفلويد حلو، ولان العيل نازل سفالك، وبالتالي الجزء الظاهر بتاع البلادر واضح جدا اهو، ايكوجينيك وعامل زي ما يكون باول، بس هو اكشوالي مش باول. عشان كده انا عذرت الناس اللي جاوبت اومفالوسيل برغم ان somehow المكان غريب. انت شفت في اول الفيديو خالص ان في هنا الجزء بتاع البينس والسكروتم، وبعدين يا دوب بتتحرك حركه بسيطه تلاقي الايه الجزء بتاع الاكتوبيفيزايكا فوق الايه البينس على طول، وبالتالي بنتكلم على بلادر طالعه لبره بالمنظر ده. طيب تعالوا نكمل، ناخد الحاله اللي بعديها. كده خدنا 3 حالات، فاضل رابع حالة. طبعا بسجل لكم التوقيت الصيفي خلاص ظهر بقى ايه، ده الفجر دلوقتي اهو. لكن فعلا الحالة اللي جاية طبعا منتظر كل زملائي في مستشفى الشهداء ان شاء الله يوم 9/5. لو انت عايز محاضرة زي دي عندك في المستشفى ابعتلي واحنا ننسقها مع كايرو ميديكال مندري. هناخد الفيديو اللي بعديه، فيديو رائع جدا وحالة جميلة، هي اللي عليها بوست الجمعة الأسبوعي بتاع النهاردة. لسه كاتبه من شوية، اكسترا لوبر بالمونري سيكوستريشن فيرسس ادرينال نيوروبلاستوما. فانت شايف جزء ايكوجينيك قوي، الجزء الايكوجينيك دون واخد نفس الايكوجينيستي بتاع اللنج، لكن نازلين تحت شوية. عشان ايه؟ نشوف احنا بادئين الفيديو من عند اللنج اهي، لانج وبعدين نزلت تحت مستوى الديافرام انفرا ديافراجماتيك، ظهرت الايه الجزئيه دي نفس ايكوجينيستي اللانج بالظبط. فاما ادرينال نيوروبلاستوما يعني هي فوق الكدني على طول، يا اما جزء من اللانج واخد بلاد سبلاي من اللانج وبعيد عن. طبعا الاشهر على الاطلاق الانترا بالمونري سيكوستريشن، بينما الاقل شهره هي الاكسترا لوبال بالمونري سيكوستريشن، وعشان كده حازت الاعجاب وناس كتيره جاوبت مظبوط اهو، اجابات جميله. ايوه بالظبط، برافو عليه. إيه انترا مش يعني انترا ابدومينال اكسترا لوبر، ما هو سيكوستريشن بس اكسترا لوبر، وهو انترا ابدومينال يعني طلع بره اللنج وراح جوه الابدومين عشان يبقى اسمه اكسترا لوبر بالمونري سيكوستريشن. فعلا هي بالمونري سيكوستريشن ومفيش تعارض في يعني هو اكسترا لوبر بالمونري سيكوستريشن. برافو على كل اللي ايه جاوب. وتاني حاجه ادرينال نيوروبلاستوما اللي هي الديفرنشال دايجنوزس بتاعها. يا ريت تقرا بوست الجمعة الأسبوعي لو عجبك وتشيره مع أصدقائك. طيب ايه الحالة اللي بعد اهو؟ دكتورة وردشان ادت لنا حالة جميلة جدا. الحالة دي تقول مفيش هيستوري اوف تروما، فاكشولي انا شايف ان هي اما تبقى انتراكرينال هيموريج، الجزء ده انتراكرينال هيموريج فيرسس كورويد بليكسس بابيلوما. بما ان هي مش واخدة الكادر خالص، فانا هقول امشي اكتر مع انتراكرينال هيموريج. ما تقدرش تقول برضو ممكن تبقى كورويد بليكسس بابيلوما. طبعا نشرت الفيديو زي ما الدكتورة هشام بعتهولي، وجزئية الهارت موجودة في الآخر الفيديو.
هل هي كوريت بليكسس باللومة وعملت ماس افكت بالنسبة لنا للهارت وخلت الهارت يبقى فيه مشكلة او يبقى فيه فوليوم اوفرلود؟ احتمال. هل هي عبارة عن انتراكيليا هيموريج والحالة في حاجة يعني او في بالنسبة للبيبي في سم بلاد ديز ولا حاجة موجود هو اللي خلى انتراكيليا الهيموريج يحصل بالشكل ده؟ برضو in another possibility. واحنا ويتنج بقى ليه البوست نيتال MRI عشان يقول لنا ايه الداتا بالظبط، وإلى ان مرشح اكتر كمان انتراكينال هيموريج عن كورويد بليكسس باللوما اللي هي ممكن تتكتب as a differential diagnosis ليها. فشاوت اوت لدكتور تشان، شكرا جزيلا على الحالة الرائعة، واللي عنده حالة يبعتها لي برضو واحنا هننشرها على القناة. آخر حالة أظن من حالات هذا الأسبوع حالة رائعة، وهي كانت يعني مسار الجمعة اللي فاتت اللي هي البوست بتاع الجمعة الأسبوعي. ده كان بيتكلم على تريشر كولينز، والتريشر كولينز احنا لاحظنا فيها مايكروجنيسيا والمايكروتيا، وقلنا ان في ديفرنشال ليها، ولكن من اشهر ديفرنشالز تريشر كولينز سندروم. فاحنا لو خدنا بالنا من الفيديو احنا ملاحظين في مايكروجنيسيا واضحة جدا بلس مايكروتيا ومايكروجنيسيا، وبالظبط يعني الفيشل فيتشرز تكاد تنطق ان هي تريشر كولين ايه سندروم. فالاجابه بتاعت الحاله كانت تريشر كولين سندروم الاير صغيره خالص ونازله لتحت خالص، وكمان مايكرو جنيسيا. فالحاجتين دول شكل الاير. وخد بالك بقى الحالات اللي هي فيها مايكروتيا ومايكرو جنيسيا ما هيش انابلويدك. النون انابلويدك اللي قلنا عليها زي تريشر كولينز صعبة جدا وما تشخصش من غير في الفيشيال ديسمورفيزم. اساس القصة فيها فيشيال ديسمورفيزم، مشكلة في الجو ومشكلة في الاير زي الميكروتيا. شكرا جزيلا لكم واراكم على الف خير. الجمعة القادمة ما تنساش تشوف بوست الجمعة الاسبوعي، هتلاقي بوست الجمعة الاسبوعي هنا في صفحتنا الجميلة دي اهي، في هذه الصفحة الرائعة اهو. يا ريت الناس تخش تشوفوا pulmonary sequestration fetal ultrasound، اللي هو عجبك شيره مع اصدقائك. شكرا جزيلا لكل المحبين والمتابعين، واراكم على الف خير الجمعة القادمة.